السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد في قناة أسهل الوصفات مع مريم. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم بإذن الله كنقترح عليكم حلوى بلا سكر وبلا بيض وبلا زيت وبلا خميرة وبلا مرشم. كتجي صراحة هشيشة تذوب في الفم وسهلة واقتصادية، وكتباع بواحد الثمن اللي مرتفع في المخابز الكبرى. نتمنى ان شاء الله تحضروها في هاد العيد وتنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم، غادي نخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام مارغرين. انا استعملت ديال العلبة، وعندي هنا 8 القطع ديال الجبن المثلثات، كيس سكر فانيلا من وزن 7 غرام ونصف، وكيس فلون بنكهة الفانيلا من وزن 50 غرام، قبيصة ديال الملح، والطحين حسب الخليط. على بركة الله. بالنسبة لطريقة التحضير، في البول وضعت المارغرين والجبن مثلثات، من الأحسن يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نضيف عليهم الكيس ديال السكر فانيلا والكيس ديال الفلون بنكهة الفانيلا وقبيصة ديال الملح. غادي نخدم هاد المكونات جيدا بالخلاط الكهربائي. تقدروا تخدموهم غير في القصرية، غير هو الطراب صراحة كيخلي الحلوى ديالنا كتجي هشيشة وكتجي رطبة. صافي كنخدموهم جيدا. وبالنسبة الزبدة، انا استعملت المارغرين، تقدروا تستعملوا الزبدة من اصل حيواني، حتى هي كتجي صراحة لذيذة بزاف في هاد الحلوى. وبالنسبه للفلون بنكهه الفانيلا، تقدروا تعوضوه بالفلون بنكهه الكراميل. وإلا استعملتوا العلبه الصغيره استعملوا 2 علب. صافي هنا غادي نخدم جيدا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيندمجوا. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمتهم مزيان، غادي نضيف الطحين. الطحين خاصو يكون من النوع الجيد اللي خاص بالحلويات، راني غربلتهم من قبل. صافي كنبقى نضيف فيه تدريجيا، وكنجمع الحلوى ديالي غير بالاطراف الاصابع كاع ما كندلكوها. هاد الحلوى راه ما كتهش الطحين بزاف، حيت ما فيها لا بيض لا زيت، دغيا كتجمع. خاصها تبقى رطبه، ما تبقوش تضيفوا في الطحين بزاف حتى كتقصاح. صافي كنضيف غير بشويه وانا كنخلط حتى كتجمع ليا العجينه. هاد الحلوى راه ساهله دغيا كتحضر، ما كتاخذش وقت بزاف واقتصاديه. نتمنى ان شاء الله تحضروها في هاد العيد وتنال اعجابكم. صافي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تجمعت لينا العجينه، كنخليوها رطبه ما تكونش قاصحه. صافي غادي ناخذ منها واحد شويه وغادي نشكلو على شكل حربول طويل، كيكون متوسط في الحجم، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق بزاف، بهاد السمك كيف ما كتشوفوا. صافي هنا كنعبر 3 الاصابع وكنقطع باش كيجيونا الاصابع متساويين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنقاد الجناب بهاد الطريقه، وكنستفهم في الطاوه ديال الفران اللي مفرشاه بالورق ديال الطهي.
تقدروا تدهنوها بالزيت وترشوها بالطحين. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه كلها اللي عندي. هنا تقدروا تشكلوا اصابع غير تحربلوهم بايديكم، ولكن هاد الطريقه صراحه كيجيو متساويين، كيجيو في حجم واحد. وهنا من الاحسن ديرهم بهاد السمك، ما يجوش كبارين وما يجوش يعني صغارين بزاف. صافي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ستفت الحلوه ديالي في الطاوه، غادي ندخلها للفران. سخنته من قبل على درجه الحراره متوسطه. غادي ندخل الطاوه ديالي الفوق حتى كطيب شويه من التحت، وكنهبطها كتاخد واحد اللون ذهبي وكنخرجها. صافي هنا من بعد ما طابت الحلوى وخرجتها من الفران، هذا هو اللون اللي كنتحصلوا عليه. كتكون مذهبه وكتكون طيبه من التحت ومن الفوق. صافي كنخرجها وكنخليها حتى تبرد. هاد الحلوى ما كتاخذش وقت بزاف، دغيا كطيب. ضروري خاصنا نراقبوها. هنا خديت كميه ديال الشوكولاط ابيض ذوبته في حمام مريم، وعندي هنا الفيتين. تقريبا هاد الحلوى هزات ليا 90 غرام. صافي كنحاول شويه نهرسو، ما نخليش الرقائق يبقاو كبارين بزاف، نهرسو غير شي شويه. صافي كنغطس الحلوى ديالي في الشكلاط. بالنسبه للفيتشي من تاخدوه ضروري تذوقوه، راح خاصو يكون مقرمش، ما يكونش لاوي. وإلا كان عندكم مثلا في الدار ولواليكم، دخلوه الفران يكون سخون، غير كيسخن مزيان الفيتشي صافي كتخرجوه كيبرد وكيرجع كترجع فيه هذيك القرماشه. صافي هنا كنصفي مزيان الحلوى ديالي من الشوكولاط. الا كانت عندكم مثلا شي شبكه تقدروا توضعوا فيها هاد الاصابع حتى كيتسقطروا مزيان من الشوكولاط. انا كنصفيهم بحالكم بالفرشيطه مزيان من هذاك الفائض ديال الشوكولاط، وكنحطهم في الرقائق ديال الفيتين. وتقدروا تعوضوا الفيتين باللوز ايفيلي يكون محمر. غير هو صراحة الفيتيل كيعطيها واحد البنة وواحد القرمشة، كتجي الحلوى هشيشة من الداخل ومقرمشة من برا. صافي كنستمر بنفس الطريقة، كنستفهم هنا في واحد الطبسيل وكنخليهم حتى كينشفوا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرنا مع بعض. كيف ما كتشوفوا صراحه كتجي لذيذه بزاف وهشيشه تذوب في الفم، وكتجي رائعه في المنظر. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبكم هاد لا فيديو ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم وتضغطوا على زر الاعجاب وتشاركوه مع افراد العائله ديالكم ومع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. كنبغي نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.